هو ليه شعرك مش بيطول؟ الا تستخدمي زيت من هنا على وصفة من هنا شاب الصدر ووصفة الروزماري ومع ذلك شعرك عمره ما بيطول، تقريبا بطل يطول من اعدادي مثلا. هما 3 اسباب وركزي معايا كويس جدا عشان الفيديو ده حرفيا فيه الخلاصة، ودي هتكون اهم نصيحة في السنة الجديدة، وده بارت 10. اول حاجه سبب من الفروه نفسها. الفروه فيها قشره، فيها تهيج، حكه، تراكمات على الفروه نفسها منعها ان هي تتنفس غذي البصيله كويس. ودايما والله بقول لكم هو قاعده، فروه صحيه نظيفه يعني شعر صحي وبيطول بسرعه وما فيهوش اي مشاكل. تاني سبب الجسم من جوه، الغذاء مش كفايه، اكل مش صحي، مش بتاخدي فيتاميناتك، فيتامين د واقع عندك مبوظ لك كل حاجه حرفيا، هرمونات متلخبطه، عندك تكيسات مبايض، مقاومه انسولين، مشاكل في الغده. الحاجات دي كلها استخدمتي سبريهات للتساقط من هنا للسنه الجايه والله شعرك ما هيطول ولا هتشوفي نتيجه وهيفضل يقع برضه. عشان كده انا لما بطلب منك التحاليل مش بتبقى غلاسه مني خالص والله، عشان نبدا الطريق من الاول صح، تزيليش مجهود ووقت وفلوس على الفاضي. عشان كده ارجوكي لما اسالك عندك تكيسات مبايض، عندك مقاومه انسولين، مشاكل في الغده، تقولي لي لا والله انا كويسه، ولما اسالك عملتي التحاليل تقولي لي لا، احنا كده بنهزر. عامه هنفتح صفحه جديده وهنعمل التحاليل دي كلها الاول قبل ما نبدا رحله العلاج. تالت سبب بيكون من الشعر نفسه، لما بتستخدمي حراره فبيكسر الشعر مش بيطول، انت مش بتلاحظي اي نتيجه لان الشعر بيتكسر اوريدي، يا اما انت بتستخدمي روتين غلط برضو عامل لك هيشان وتقصف في الشعر والشعر بيتكسر، يا اما عليه تراكمات من سنين زيوت وكريمات والحاجات دي كلها بتكتم الشعر وبتمنع ان هو يترطب وبيبدا ان هو يقع ويتكسر برضو. عشان كده بنصحكم يا جماعه دخلي شامبو فيه سلفيت مره كل 10 ايام او مره كل اسبوع، هيفرق معاكي جدا استجابه الشعر للترطيب في طول الشعر. لاحظي كمان ان تساقط قل بيلد ابس اللي على الشعرايه دي، خد الشعر وتقع كده وهيبدا ان هو يتكسر من النص وعمرك ما هتشوفيه طويل. اما بقى لو عاوزين نبدا مع بعض رحله لتطويل الشعر من البدايه وعلى نظافه، فاستنوا الفيديو الجاي.